يبدأ الفيلم بقبيلة اسمها الكاميران، وكانوا عايشين في غابات رجبوتانا، لكن المغول هجمت عليهم وقام بينهم حرب، والحمد لله خسروها. بعد الهزيمة سابوا رجبوتانا وراحوا لكازا في شمال الهند، وبسبب اختلاف الطبقات في كازا طردوا الكاميران لانهم طبقة فقيرة، فقرروا انهم يعيشوا في الصحراء. بس حتى الصحراء مش طايقاهم، ويوم بعد يوم بيبدأ عددهم يقل، لكن بيكبر واحد فيهم وبيديلهم امل للحياة، وها هو الوحش العنيف، الولد المخيف اللي الضربة منه توديك المالديف. حلوة المالديف يا زميلي ولا نروح راس البر؟ راجل بقوة جيش محدش يقدر يوقفه، عيونه زي الصقر وانفاسه زي العاصفة، كل يوم بيتحدى الموت. اي بني ادم بيخرج بره مدينة كذا بيثبته وبياخد كل الذهب اللي معاه، كل يوم بيروح له يجيب 50,000 جرام من الذهب. ما تاخدني تشغلني معاك يا اسطى وحياة امك، عايز اتجوز. وبسبب قيادته للكاميران باقوى جنود بعد ما كانوا ادبن خلق الله، بيروح شمشيرة لمراته اللي بتكون حامل وبيحتفلوا بيه قبيلته، وبيفضل يغني ويرقص معاهم. وبسبب خوف القبائل منه في كذا بيروحوا يشتكوه للامبراطور البريطاني، لان بريطانيا في الوقت ده كانت محتله الهند. واثناء ما بيطلبوا الحمايه من الامبراطور بيدخل عليهم المفتش الهندي شودا سينغ، وبيكون المفتش ده رزل قوي يعني. بيقول لهم الكاميران دول عقابكم على اللي بتعملوه، بس هم زباله، واحنا كطبقه عاليه ما ينفعش نسيبهم كده، لازم نلمهم. وبيقول للامبراطور انت هتاخد 50,000 جرام ذهب عشان تحميهم من شمشيره، ولو انت قبضت على شمشيره وقبيلته هيكونوا عبيد عندك وهتكون كسبت من الناحيتين. بيبعت الامبراطور جنود عشان يخلصوا على شمشيره، لكن هو ولا بيفرق معاه، بينزل فيهم فحت ردم بالفاس اللي في ايده، تقولش بيحرط في ارض عشان يزرع بقدونس. بيخلص على كل الجنود واحد واحد، وبياخد قائدهم رهينه. بيجيله المفتش شودا وبيقول له سمعت كتير عن شجاعه شمشيره، بس انا دلوقتي اتاكدت. سيب الضابط البريطاني وما تفكرش ان الغابات هتحميك، هم مش قليلين ومعاهم اسلحه كتير جدا، مش هتقدر تقف قدامهم. شمشيره بيقول له حتى لو قطعوا رؤوسنا هيقطعوها وهي عاليه. شودا بيقول له اسمع يا شمشيره، انا بشتغل معاهم لكني هندي ابا عن جد، وعشان كده جاي لاخويا الهندي بعرض حلو جدا. هنديلك ارض تبني عليها وتعيش فيها انت وقبيلتك بكرامه، بس قصاد ده لازم تستسلمه. شمشيره بياخد راي قبيلته، بيقولوا له ممكن يكون فخ. قال لهم انا عارف انه ممكن يكون فخ، بس لو وفوا بوعدهم اجيالنا الجايه هيعيشوا بكرامه للابد. بياخد شمشيره قبيلته ويروح يستسلم. بيقفلوا عليهم باب الحصن وبيبداوا يعاملوهم كعبيد، بيعاملوهم معامله قذره جدا، بيعذبوا ويقتلوا فيهم بدون رحمه. بياخدوا شمشيره متسلسل جوه قفص وبيودوه للامبراطور. بيقول له شمشيره انا وثقت فيك وانت غدرت بيا وطعنتني بخنجر في ظهري. بيجي الرزل يقول له عشان ما كانش معايا سيف. بيقول له الامبراطور ادفع ضعف قيمه الذهب اللي دفعوه اصحاب الطبقه العاليه واحنا هنحررك. والرزل بيقول له اسياد كذا دفعوا لنا 50,000 جرام ذهب، ادفع الضعف وانقذ نفسك انت وقبيلتك. قال لهم انا موافق بس بشرط تتعهد بكده على ورقه رسميه. وفعلا بيبصموا على الورقه، وهنا بيعاتبوا شمشيره على اللي عمله وبيجرحوه بكلامهم، وصاحب شمشيره بيسكتهم فبيسيبوهم ويمشوا. بيقول شمشيره لصاحبه بير احنا اتذلينا ولازم استعيد كرامتنا مهما حصل. وبيبدا شمشيره يدور على نفق تحت الميه، والنفق ده مفحور من 190 سنه، وكان الغرض منه هو الهروب من الاعداء، لكن شمشيره ما بيقدرش يوصل له. بيقعد مع مراته وبتقول له اللي انت عايز تعمله ده جنون. قال لها دي اخر محاوله، لو قدرت انفذها هنبقى احرار، ولو اتقبض عليا تبرني مني. وبيسيبها ويمشي. بيروح عشان يطلع على الجبل وبيقول له بير فكر كويس قبل ما تعملها. شمشيره بيقول له انا ما بفكرش غير في قبيلتي. وبيبدا شمشيره يتسلق الجبل، وفجاه الحراس بيشوفوه ويضربوا عليه نار، وهو مكمل عادي وسط الرصاص. معقوله كل الحراس دي مفيش فيهم واحد بيشوف؟ اهو واحد رد عليا وقال لي انا اهو. بيديله رصاصه في رجله وخلاص شمشيره هيقع، لكن بيلحق نفسه وبيتعلق بايد واحده وبيطلع تاني. بعد معاناه وخلاص وصل للقمه بياخد رصاصه في ظهره وبيقع من على الجبل. اتظن انه مات يا صديقي؟ لا والله، اخد رصاصه في ظهره ردت في قلبه ولسه عايش. مش عايزك تستغرب يا زميلي، الناس دول بياكلوا لغم هند اصلي. بيعلقوه من دراعه قدام قبيلته، وبيقول له المفتش شودا انت كنت عايز تهرب يا واطي وتسيب اهلك وناسك؟ طب كنت هتسيب مراتك وابنك لمين؟ بترد مراته وتقول شمشيره خاين اتخلى عننا وكان هيهرب الجبان. المفتش بيدي لها طوبه وبيقول لها انا عايز اشوف دم. بتحدفها عليه وبترشق تحت عينه. يا بنت اللعيبه يا فشنجيه، بعد كده عينك ما تشوف الا الطوب وهو نازل عليه زي المطر. الطوبه بترشق في جسمه تمص دمه، وبيموت القائد شمشيره. وبعد موته ب 25 سنه بيظهر ابنه بالي، وبيكون نفسه يطلع شرطي، بس افعاله عكس احلامه. بيعلم الاطفال دول السرقه، واهاليهم بيكونوا متضايقين منه وبيفضلوا يقولوا له يا ابن الخاين. بيجروا وراه لكنه بيهرب منهم بسهوله. وبتيجي امه تلسعه قلم وبتقول له انت
عايز تطلع شرطي وبتعلم الاطفال السرقه؟ انت متخلف يا ابني. بيروح على البيت بالليل وامه بتقول له انت فرحان باللي انت بتعمله ده؟ قال لها انا اللي يفرحني بجد ان اوقع الهمك دول في مشاكل. امه بتقول له الناس دول مش وحشين، الناس دول خايفين، والخوف بيخلي الانسان يعمل حاجات غصب عنه. قال لها انت عارفه الناس دول ملقبيني بايه؟ بابن الخاين. هو انا ابويا كان خاين؟ انا عايز اعرف ابويا عمل ايه عشان يقولوا له يا خاين. ما بتردش عليه. تاني يوم بيكون بالي بيتفرج على تدريب الشرطه وبيعمل زيهم. بيشوفوا عسكري وبيقول له لو عايز تكون شرطي تعالى التدريب بكره. بيفرح بالي جدا وبيسيبه ويمشي. بيروح لبير اللي كان صاحب ابوه وبنكتشف ان بير بيدربه باساليب مختلفه. بير بيخلي شويه نحل يطاردوه وبالي بيجري منهم كتير وفي الاخر بيقدر يحبس شويه منهم. بيسيب بير ويمشي وبيروح للتاجر اللي بيدخل لهم البضاعه في الحصن وبيكون مصاحب بالي. وبالي اصلا بيحب اخته وبيعرف منه ان اخته جايه تحيي حفله جوه الحصن وبيسيبه ويمشي. الحفله بتبدا وبيفضل بالي يغني ويرقص مع سونا. وبعد ما الحفله بتخلص بيتقابلوا تحت السلم وبيجي اخوها اوراني يقول لهم ها خلصتوا ولا لسه؟ فبتمشي سونا. تاني يوم بيروح بالي المكان التدريب والعسكري بيعرف المفتش فبيدخلوه وبيخلوه يمسح جزمه المفتش. وشوده بيساله ايه الواجب اللي على الشرطي؟ رد عليه بالي انه يعاقب المجرمين. بيقول له شوده برافو انت ذكي جدا، انا هجيب لك مجرم وانت اللي هتعاقبه. فبيجيب له طفل وبالي بيكون رافض انه يعاقبه وشوده بيقوم عشان يضرب الطفل. بالي قال له عاقبني انا مكانه وفعلا بيعذبوا بالي وبيفضلوا يضربوا فيه كتير قدام قبيلته. وامه بتيجي واول ما المفتش بيشوفها بيقوم يضرب بالي بنفسه وبيقول لها لو كنا شنقناكي مع جوزك ما كنتش شفت اليوم ده. بعد ما خلصوا ضرب فيه بيقعد بالي يعيط ويقول لبير انا امي ما بتقوليش الحقيقه ليه؟ انا عايز اعرف ابويا مات ازاي؟ هم اللي قتلوه؟ بير بيقول له تعالى عالجك. قال له هم جلدوني 30 جلده وسكوتك ده لسان اكتر من الجلد. بتيجي امه وبتبدا تحكي له ابوك كان قلب ابيض ومع ذلك رجموه وشنقوه وانا اول شخص لقبه بالخاين ورماه بالحجاره. شمشيره كان قائدنا وعمره ما كان خاين. بالي بيسمع الكلمتين دول وبيتخيل مواقف ابوه وشجاعته. وتاني يوم بيطلع بالي على الجبل اللي ابوه ملحقش يطلعه وبيجي قائد الحراس يضرب عليه رصاصه لكن الغراب بياخدها مكانه. الغراب بيقع في النهر واهله كلهم بيطلعوا يحموا بالي وبالي بيتخيل ابوه جنبه وهو بيرمي نفسه فبينزل بالي وراه في الميه والنفق بيسحبه. الجنود بيفكروه مات وبيطلعوا جثه من الميه. ولو سالتني الجثه دي جت منين هقول لك ما اعرفش وما تسالش اسئله زي دي بعد كده في فيلم هندي. بيظهر بالي جنب نهر ازاد وبيجي الصقر ده يفوقه. بعد ما بيفوق بالي بيركب الحصان اللي لقاه في الصحراء وبيمشي مع تدفق ميه النهر زي ما الخريطه بتقول. واللي مفهمه على كده بير صاحب ابوه. بيمشي كتير والرحله بتطول. بيجي عليه الليل وبيطلع النهار عليه واثناء ما هو ماشي بتيجي عاصفه رمليه قويه جدا والحصان بيهرب منه. وهو واقف وسط العاصفه بيجي واحد يخبط فيه زي الطور بيقع على الارض والراجل بيقوم يكمل جري. بيشوف واحد جاي يجري وراه وبيكون راشو التاجر اللي كان بيدخلهم البضاعه في الحصن. راشو بيقول له امسك الحرامي ده بيسرق الاجراس من المعبد. بياخد منه الجرس وبيقدر يوقع الحرامي. وبعد ما العاصفه بتخلص بيقعد بالي مع التاجر وبيحكي له على قصه ابوه. التاجر بيقول له ان البريطانيين خونه ومحدش يثق فيهم. قال له بالي هم كل اللي عايزينه الذهب وبس. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا الحرامي وهو بيقول شعر في شمشيره. بيجري بالي عليه ويقول له انت يا عم هشام الجاخ تعرف ابويا منين؟ قال له انا كنت دراع ابوك اليمين وانا اللي رسمت الخريطه اللي في ايدك دي. انا الراجل اللي انت بتدور عليه. انا عمك دبش الحرامي. بيبص على العلامه اللي في دماغه وبيتاكد انه عمه. عمه بياخده ويروح على مدينه نجينا اللي بتكون لما كل اللي ملهمش مكان واي حد عليه ذنب او خايف من حاجه بيعيش هناك. وبالي بيفضل يبص على اللي حواليه وهو مذهول. بيشوف راجل نازل في بلاعه والغطسه منه بقرموط او طبرتين ده ولا كانه بيغطس في المحيط الاطلنطي. بيكملوا مشي لحد ما بيوصلوا اخر المدينه. بيخرجوا منها وبيقفوا قدام شجره. عم دبش بيخبط الشجره وبيطير منها مجموعه غربان وكل كاميراني في المدينه بيسمع صوتهم بيتفرج عليهم. ايه ده هو انت لسه في المحيط؟ خلصت على كل البلهارسيا يا ابني اطلع بقى يخرب بيتك. بيفضلوا ماشيين في الغابه والليل بيدخل عليهم. بيوصلوا للمكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه زمان مع شمشيره. وعم دبش بيقول له ناس كتير ماتوا مننا واحنا مستنيين شمشيره واللي لسه عايشين اللي واقفين قدامك. بيعرفوا عليهم واحد واحد بالاسم وبعد 3 ساعات كلام لسه اخدين بالهم انه شبه شمشيره. بيطلع واحد فيهم على شجره وبيقول بصوت عالي خلاص وقتنا اجى وبيحدف عليهم الفاس. بيمسكوا بالي وبيقف زي الاسد. بعدها بيروح لسونا وبيطلب منها انها تساعده. قالت له انت هتقف في وش الانجليز لوحدك ازاي يا متخلف انت؟ قال لها ما تقلقيش انا معايا عصابه. بتبص وراها وبتتفاجئ فعلا بالعصابه. حلوه العصابه المكونه من 4 افراد دي. ده انا على كده عندي مافيا ما انا اصحابي كتير. بتوافق سونا انها تساعده وبيبدا في سرقه السلاح والذهب عشان يجمع المبلغ اللي كان ابوه ماضى عليه. عدد الكاميران بيزيد وبتزيد معاهم عمليات السرقه. بيدخلوا اي حفله يلموا الذهب اللي فيها
ويمشوا. اسياد كازا بيروحوا للمفتش شودا وبيقولوا له البريطانيين بعتوا ضابط يقبض على شمشيرة الجديد، هم ما عادوش واثقين فيك ولا ايه؟ بيغضب شودا جدا، بيدخل عليهم الليل. مساعد شودا بيقول له انهم سرقوا اي حفله اتعملت واللي كانت بتحيي كل الحفلات هي سونا. بيقول له كده بانت الرؤيه، هات لي سونا نحتفل بيها. وفعلا تاني يوم بيجيبوا سونا وبيربطوها قدام اهل القريه كلهم، وبيقول لها شودا قولي لي هيجي ينقذك ولا لا؟ وانت بترقصي في الحصن كنت عايز، بس دلوقتي انا عايز اجلدك لحد ما جسمك كله يبقى دم. ردت عليه وقالت له في الحالتين الامر هيبقى مؤلم. بيتضايق شودا وبيرزعها بالقلم ولسه هينزل بالتاني، لكن بيجي مجموعه غربان كبيره جدا والحراس حواليه بيقعوا واحد ورا التاني وما بيكونش فاهم ازاي ده بيحصل. واخيرا بيظهر الولد العنيف الوحش المخيف بيحدف النار من بره سور الحصن، بتنزل جوه السور على الكوره اللي معاه وبتولع. كذب هند عالمي ملناش دعوه بيه. بيعمل دايره نار حوالي شودا وكل فرد من رجالته بيمسك واحد من الحراس. بيهجم بالي على شودا وبيفضلوا يضربوا في بعض. الخناقه بتطول بينهم وفي عز ما بيضربوا في بعض بيقدر بالي يفك سونا، وفي الاخر بالي بياخد السنه الذهب اللي في بق شودا وبيكتبوا اسم شمشيرة على بوابه السجن وبياخدوا سونا وبيمشوا. شودا بيغضب وبيروح يقتل في الكاميران، وبيجي ضابط بريطاني ويقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ مساعده بيهديه وبيعرفه ان ده الضابط اللي جاي يقبض على شمشيرة الجديد. بيقعدوا مع بعض والضابط البريطاني بيقول له 65 واحد من رجالتك اتصابوا ومفيش ولا واحد منهم اتخدش. بيقول له شودا الايد الهنديه هي اللي تقدر تنظف القذاره الهنديه، ارجع انت بلدك عشان ايدك ما تتوسخش. رد عليه وقال له تاج الملكه داخل الهند واحنا اللي بنحميه، والقذاره الهنديه فعلا بتوسخ الايد، بس الايد الهنديه محتاجه للمطرقه البريطانيه. وبيسيبه ويمشي. بنروح لسونا وهي متعصبه على بالي وبتقول له انت ايه اللي خلاك تيجي تنقذني؟ دلوقتي شودا اتاكد اني بساعدك. رد عليها وقال لها تتجوزيني؟ بتوافق سونا وفعلا بيتجوزوا. عقبالك يا زميلي. بيجي التاجر ويعرفهم ان في ضابط بريطاني جاي عشان يقبض على شمشيرة وانه هيبقى ضيف شرف في ماتش مصارعه. بالي بيقول له هنروح نقابله هناك. بيقولوا له انت مجنون؟ انت عايز تموت؟ قال لهم ما تقلقوش انا هشكره انه هزق المفتش شودا بس. وفعلا بيروحوا. بيقرر الضابط البريطاني انه ينزل يلعب وبيطلبوا انه حد ينزل ينافسه، لكن الكل بيكون خايف، بس بالي بيقوم من وسطهم كلهم وبيقبل التحدي. بينزلوا للماتش وبيقول له الضابط البريطاني اخيرا ظهر اسد. قال له انت هتقابل اسود كتير بس كله في وقته. بيبتدي الماتش وبيقول له الضابط الاسود ما بتستناش وقت معين عشان تهجم. بالي قال له قبل 25 سنه كان في اسد بيهاجم في اي وقت لكنه اتقتل. وبيضربوا في بعض كتير. وفي وسط الخناقه بالي بيقول له سمعت انك جاي تقبض على شمشيرة، حي او ميت، المفروض تعرف قصته هو وقبيلته ايه. شمشيرة كان حلمه انه يحرر قبيلته وانا لازم احقق له الحلم ده. بيعرف الضابط ان اللي قدامه شمشيرة وبيقول له استسلم وهتفضل عايش بامان. وخلاص بالي كان هيكسب الماتش لكنه بيخسر نفسه احتراما للضيافه وبيسيب له ورقه وبيمشي. بيروح الضابط البريطاني يقرا الاتفاق اللي كان بين شمشيرة والبريطانيين. بيقول له راجل من رجالته هي الحكومه البريطانيه هتقبل ذهب مسروق مقابل تحريرهم. رد عليه وقال له خطه شمشيرة معتمده على جشع وفساد الامبراطوريه. بيدخل شودا عليهم وبيعزمهم على فرحه. الضابط البريطاني بيفتكر الورقه اللي سابها له بالي وبيقراها وبيكون مكتوب فيها استعدوا للترحيب بينا، احنا بدانا في تجميع ثمن حريتنا، اشوفك في الفرح سلام. بيعرف الضابط ان شمشيرة هيجي فرح شودا. شودا بيقول له وماله خليه يجي، لا واثقه من نفسها. وفعلا بيبدا الفرح وبالي بياخد رجالته ويروح، لكن بيلاقي الجيش البريطاني كله مستنيه. رجالته بيحاولوا يمنعوه بس هو بيقول لهم احنا لو نجحنا في المهمه دي هتكون اخر سرقه لينا. بيطلع بالي من تحت الارض قدام شودا وسونا بتثبته وباقي العصابه بيلموا كل الذهب الموجود. بيقدر عسكري بريطاني انه ينقذ شودا وبيضرب شودا نار على بالي، لكن بالي بيقدر يتفادى الطلقات وبيثبت الضابط البريطاني وبيقدروا يهربوا من المكان. بيكونوا فرحانين بنجاح العمليه بس يا عيني ما بيلحقوش يتهنوا. شودا بياخد بندقيه وبيضرب عليهم نار وواحد فيهم بيتصاب ويموت. بعد ما بيدفنوه بيقرروا انهم يفترقوا عن بعض، وفعلا كل واحد فيهم بيشتغل في مكان شكل. وفي الناحيه الثانيه شودا بيدور عليهم. اسياد كازا بيروحوا للضابط البريطاني وبيقولوا له امتى هتقبض على شمشيرة؟ عيد الدوالي قرب واكيد هيدخل على اي مهرجان عشان يسرقه. قال لهم انا مش هقدر اقبض عليه غير بمساعدتكم، اللي يحس ان في حد غريب جنبه يقول لنا عليه. وفعلا بيبلغوا عن اي حد شغال عندهم من جماعه شمشيرة وبيخلصوا على اغلبهم. اما الباقي فبيتجمعوا مع بالي. بيقول واحد فيهم ان احنا مش هنقدر عليهم لانهم اقوى مننا. بالي بيقول له احنا هنفضل نحارب لاخر نفس فينا واحنا بنحارب عشان نستعيد حريتنا. رد عليه وقال له يبقى هنموت كلنا واحد واحد. وبيضرب طلقه في الهواء وبنكتشف ان الراجل ده خانهم. وبيهجم عليهم شودا مع الجيش البريطاني بيضربوا عليهم نار وبيقتلوا اغلبهم. وبالي بيهرب هو والباقي منهم. بيعرفوا مكان الذهب وبياخدوه. وسونا بتكون ولدت فشودا بيكون هيقتل الطفل لكن الضابط البريطاني بيمنعه. بالي بيكون مستخبي وشايف كل اللي بيحصل وعمه بيقول له
ومراتك وابنك بقوا في امان ومش هيحصل لهم حاجه طول ما انت عايش. وهنا بيروح التاجر للحصن وبيقول لام بالي على اللي حصل، وشوده بيجيب جثث اللي ماتوا قدام اهل كذا وبيكونوا فرحانين بموتهم. اما بالي بيكون قاعد مع عمه وبيقول له انا مراتي وابني في ايد العدو ولازم اعمل اي حاجه عشان احررهم هم وباقي الناس المحبوسين جوه الحصن. وفعلا بيروح بالي على قطر فيه جنود بريطانيين وموجود فيه تاج الملكه، بيفصل العربيه اللي فيها التاج عن باقي القطر وبينزل يضرب في الجنود الموجوده واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم كلهم وبياخد التاج ويمشي. الخبر بينتشر في الاخبار وبتحصل ضجه كبيره، وبيجي اتصال للضابط البريطاني بانه يرجع التاج ومعاه راس شمشيره. بيدخل شوده عليه وبيقول له ما تقلقش انا معاك. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت بره، بيخرجوا يشوفوا فيه ايه، بيلاقوا رساله من شمشيره بيقول للضابط البريطاني خلال 48 ساعه هقابلك في الحصن. بيروحوا يقفلوا ابواب الحصن وبيعذبوا في الكاميران بكل قسوه وبيستعدوا بكل رجالتهم واسلحتهم. بيدخل عليهم بالي زي الاسد وبيشوف عسكري هندي مصوب سلاحه على الضابط البريطاني وبيضربوا طلقه بيقع الضابط وباقي العساكر البريطانيه كلهم بيموتوا لان شوده بيكون غدر بيهم. بيقف شوده قدام الضابط البريطاني وبيقول له الخبر ده هينتشر قريب، وهو ان الضابط البريطاني اتقتل على ايد شمشيره وشمشيره مات على ايد شوده، وبيثبتوا بالي وبياخدوا منه التاج. في الوقت ده جماعه بالي بيكونوا شايفينه وبيفرحوا انه عايش. شوده بيفضل يضرب في بالي، بيضربه جامد، بيعذبه بغباء، بيطحنه من الاخر وبيغرس في ظهره خشبه وبيفقد الوعي. بيجي غراب يقف على بالي وبيفضل يصرخ لحد ما بيجي مجموعه غربان كبيره جدا. حتى الغراب عندهم بارع في الكذب. الغربان بتهجم على الجنود كلهم. في الوقت ده باب الحصن بيتكسر وكابيلة الكاميران بيخرجوا وبيفوق بالي وبتبتدي المعركه. بيهجموا على الجنود يخلصوا عليهم كلهم واحد واحد، وبالي بيمسك شوده يطحن فيه، بيخلص منه القديم والجديد، بيضربه جامد وبيجلده زي ما حصل معاه قبل كده. ده بيفترى عليه وفي الاخر بياخده يعلقه زي ما علق ابوه وبيقول له انا هقتلك بنفس الطريقه اللي ابويا مات بيها، المفروض تشكرنا على ده. وبيدي طوبه لامه وبتحدفها عليه، وسبحان الله بتيجي في نفس المكان بتاع شمشيره. المفروض الست دي تاخد جايزه اوبل في النشان. بعد كده باقي القبيله بتحدفه بالطوب لحد ما بيموت وبياخد بالي قبيلته كلها وبيمشي. وبيجي الضابط البريطاني يلاقي ورقه مكتوب فيها انا سبت لك حاجه اهم واغلى من حريتنا، سبت لك شرفكم واللي بيكون التاج. وهنا بتخلص قصه شمشيره العظيم. لو وصلت للوقت ده من الفيديو يا زميلي ولسه ما عملتش لايك انزل دلوقتي اعمله على طول، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى انك تشترك، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.